كيف نودع رمضان المبارك؟ نحن الآن في آخر جمعة من جمع رمضان، ومعروف فضل يوم الجمعة، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، وفيه تقوم الساعة. فاغتنموا أيها الناس هذه العشر الأواخر من رمضان، هذه الليلات البواقي من هذه العشر، وتحروا أن تصيبوا ليلة القدر، وتهيئوا للوظائف التي فرض الله عليكم يوم أول شوال من أداء صدقة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وتهيئوا لصلاة العيد، هذه الصلاة التي هي سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس ضحوة، ويصلونها وهم في زينتهم من غير إسراف، ينصتون للإمام إذا شرع في الخطبة ليعلمهم وظائف يومهم. كونوا أيها الناس على موعد مع هذا الشهر من كل سنة، فلتكن قلوبكم معلقة برمضان كل من سلخ حتى يعود إليكم من السنة المقبلة، وقد تأدبتم بآدابه واستفدتم بمدرسته. إن الله سبحانه وتعالى لا يريد بكم العسر، إنما يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاستفيدوا من الحكم التي شرع الله من أجلها صوم هذا الشهر وقيام لياليه، ومن الحكمة التي شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أجلها صدقة الفطر، ومن الحكمة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها صلاة العيد، من ظهور أبات الإسلام، من اجتماع المسلمين، من ترائيهم في صعيد واحد، من غيظ عدوهم، من تعرف غنيهم على حاجة فقيرهم، من تعرف عالمهم على حاجة جاهلهم، من تآخيهم وتآزرهم وتعاضدهم وتناصرهم، حتى يحققوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.